السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس في نفس الإطار، في نفس الدورة، دورة ال PHP. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على خاصية include في ال PHP. فانطلاقا من معنى الكلمة سنفهم أن سوف نقوم بإدخال صفحة بصفحة. نعم. لكتاب هذه الخاصية فنكتب كلمة include هكذا. نعم، عفوا، نكتب عبارة الكلمة المفتاحية الخاصة بها هي include. نقوم بفتح الأقواس ونقطة فاصلة، وهنا نضع الصفحة التي نرغب بها وامتدادها مثلا. نعم، هكذا سوف نقوم إن شاء الله الآن بإنشاء صفحة حتى يتبين لنا. نعم، نقوم ب لونغاج PHP، نختار اللغة هكذا. نعم، PHP، نقوم بإغلاق الوسم، نكتب هنا إيكو بداخلها باج include هكذا مثلا. الصفحة include هذه نعمل لها save، نختار الاسم نسميها PHP 2. نعم، نقوم الآن بكتابة هنا، نعمل save أول شيء. كما تلاحظون في هذه الصفحة PHP 1 فهي فارغة، نعمل هنا refresh. نعم، لأننا لم تركنا الانكلود فارغة. نعم، هكذا نقوم نعمل سيف. كما تلاحظون هنا فالصفحة فارغة PHP 1 فهي فارغة. نعم، فهي فارغة. نعم، سوف نقوم الآن بكتابة الانكلود ونكتب هنا الصفحة الثانية ألا وهي PHP 2 PHP هكذا. نعمل سيف والآن نعمل ريفرش، فنحن في الصفحة PHP 1 وتظهر لنا رسالة الصفحة PHP 2. نعم، كما تلاحظون هنا. نعم، إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم، في أمل أن نلقاكم في درس مقبل إن شاء الله.